بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحباب إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم كوكيز على طريقتي وناجح 100% وساهل، ما فيه تعب بزاف ما والو. هنا نبداو على بركة الله. هنا عندنا 250 غرام زبدة، وهنا عندنا 200 غرام سكر، ومن بعد نضيفوا عليهم القريصة نتاع الملح هكذا كما راكم تشوفوا. وراهي ساهله وما فيها تعب ما فيها والو، ساهله 100%. وهنا عندنا زوج مغارف صغار نتاع لافاني، ساهله ما تقدروش تعبروا، غير تكلوا على الله وبداو ديروا فيها. وهنا عندنا مغرفه صغيره تاع قرفه باش تعطينا واحد البنه، وصدقوني لما سيتها وجربتها وليت نقول سبحان الله ولا اروع. احنا كانوا يجيبوها لنا غير بحسب اللي عندهم حبابهم في فرنسا، هذا الكوكيز يجيبوه ويجي هكذا شباب وكاع، وخطرات يتباع وناكلوه شتي ويعجبنا ويشهينا وكاع. تخدمي غير وحدك كيجي ولا اروع. وهنا عندنا زوج حبات بيض هكذا، بعد ما خلطنا الزبده والسكر واللافاني والملح والقرفه ضربناهم شويه مليح، نزيدوا نضيفوا عليهم زوج حبيبات بيض تاوعنا، ونكملوا كما يقول لك نستمروا في الخلط هكذا حتى نخلطوا المزيج كلش، نخلطوهم كاع مليح هكذا كما راكم تشوفوا. وانتم خذوا الوقت تاعكم وضربوا البيض مع الزبده والسكر، ضربوهم مليح هكذا باش يجينا داك الخليط متجانس، وكي نخلطوا مع الفرينه يجينا كما نقولوا حنا ما يتعبناش في العجن تاعو هكذا. خذوا كامل الوقت تاعكم. وهنا نبداو نضيفوا في الفرينه تاعنا بشويه. الفرينه هنا كل واحد والفرينه كل مره كيفاش يجيبوا لنا الفرينه، مرات تجي تشتي ديك الفرينه سبحان الله بالخف تشرب، ومرات ديري غير شويه سبحان الله تلم لك العجينه. سيو هكذا تبداو ديروا غير بشويه، وعندكم هي ميزانكم. علاه ما عطيتلكمش المقادير تاع العبر تاع الفرينه هكذا. بدا يتفرغوا بشويه هكذا، وراكم تلموا في العجينه تاعكم وتشوفوها ما تكونش عجينه جاريه بزاف طالقه روحها، وما تكونش ناشفه بزاف. بمجرد تلميها تدخلي يدك تدخلي صبعك هكذا بشويه تحسي بها هكذا كطريه، خلوها كيما راهي هكذا كيما راكم تشوفوا. نبداو نرونوا فيها غير بشويه هكذا، ونخدموها لوليداتنا كما قال لك نديروها احنا بيدينا ونعرفوا واش نديروا فيها هكذا. وشوفوا ديك الفرينه اللي كملتها كامل نفرغ غير بشويه ونلم في العجينه، وان شاء الله تجربوها كما يقولوا وتعجبكم. الاخرى تاعها راهي ساهله، وشوفوا كيفاش جات. راني وريت لكم 7 ايام. بمجرد تحطي يدك هكذا تدخل في العجينه، عارفيها بلي ماهيش طريه بزاف وماهيش ناشفه بزاف. هنا حطينا الجوز تاعنا تكسريه غير بيدك فقط. وهنا عندنا خليط نتاع حبيبات الشيكولا، وعندنا كما يقولوا طابله تاع شيكولا شديتها قسمتها كما راكم تشوفوا هكذا. ونبداو ندخلوا فيها في ديك العجينه غير بشويه هكذا كما راكم تشوفوا، حتى ندخلوا ديك الجوز مع هكذا مع الشيكولا، ونبداو غير بشويه ندخلوا فيها بشويه هكذا بصبعتينا ندخلوها فيها. ومن بعد من نخلطوا هذيك الجوز والشيكولا تاعنا حبيبات والشيكولا اللي قسمناها طرف غير صغار هكذا، نلموها ونحطوا العجينه تاعنا على جهه، نخلوها تريح غير شويه ماشي بزاف، ونبداو هكذا نشكلوا فيها. انا هنا كان عندي هذا الغراف غير صغيور، سيت ندير العبر تاعو تاع الحبه تاع الكوكيز باش يجينا كما يقولوا الحبه تجي على اختها يجوا كيف هكذا. وبعد ما نكملوها كامل نستفوا السنيوات تاعنا، نديروا له بابي كويسون هكذا كما راكم تشوفوا. نستفوا دوك الحبيبات تاعنا كامل هكذا، ونكونوا شاعلين الفرن تاعنا مسخنين ديك الكوشه تاعنا على 180 درجه، ونخلوها كما نقولوا نحط السنيوه تاعنا لداخل ونخلوها طيب، ونخلوها تحمر كما يقولوا من تحت، ومن الفوق نديروها على كما نقولوا حنا اللون يكون لون ذهبي فقط، ماشي نخلوها حتى تحمر بزاف. وديروا هذه الحلوى فرحوا بها وليداتكم، واللي جابوا البيا مبروك عليهم، واللي انتقلوا للمتوسطه مبروك عليهم، ومازالوا ان شاء الله اصحاب شهاده البكالوريا يا ربي ينجح وليداتنا كاملين ان شاء الله يا ربي، وليدات المسلمين يا ربي. خليتكم على خير وبقاو على خير.